انا اقتنعت ان المصري غلب المستورد. انا على طول بشتري لاروش بوزيه اللي بيرمم البشره، لو عملتي تقشير عملتي اي حاجه في وشك كله تمام. اللي اكتشفته بقى اللي بيعالج الالتهابات وبيفتح تصبغات البشره وبينور البشره وبيشيل التهابات البشره وبيقوي حاجز البشره، ميبو مرهم الحروق. انتوا متخيلين ده وده؟ طبعا ده ليه مميزات وده ليه مميزات كتير قوي 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 قوي. مكوناته هايله جدا. اول حاجه فيه زيت السمسم وفيتامين اي. انا لما عملت الماسك ده انا انهارت. انا قلت ازاي يعني ده موجود عندنا في البيت ومرطرط كده عندي في البيت وما بستعملوش، فقررت استعمله لتاني مره قدامكم. الحبايه دي كانت احمر من كده بكتير. ونعمل الروتين الترطيب العميق وتجديد خلايا البشره من بيبو. هقول لكم دلوقتي مكوناته فيه زيت السمسم وفيتامين اي وكل حاجه بتعمل ايه للبشره، زائد الاحماض الدهنيه وكمان فيتامينات للبشره. انتوا عارفين الاحماض الدهنيه دي موجوده ايه؟ موجوده في البيبتايد، فدلوقتي سعره غالي جدا. فانتوا متخيلين حاجه ب 100 جنيه فيها مكونات موجوده عندك ممكن تعملي ده اساسا تعمليه مرتين في الاسبوع، يبقى هايل لبشرتك. كل الكريمات اللي انا بستعملها بالليل بالظبط بستعمل ايه على بشرتي. اول حاجه طبعا هنبتدي بيها ان انا غسلت بشرتي كويس قوي قوي قوي. انت بتحطي منه طبقه خفيفه جدا جدا ورقيقه جدا جدا. اولا انا من نوع الناس اللي ما بحبش احط اي زيوت على وشي خالص. انتوا متخيلين بقى زيت السمسم بيعمل ايه للبشره؟ مضادات للاكسده، بيجدد الخلايا، بيرطب البشره ترطيب عميق جدا 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 جدا. تاني حاجه انه مضاد للشيخوخه. انتوا عارفين لما ترطبوا بشرتكم كويس قوي مش هيحصل لكم اي خطوط ولا اي حاجه، لانه بيرطب البشره بعمق جدا جدا جدا. تاني حاجه فيتامين اي، ده موجود في كل المنتجات التجميل. ليه بقى؟ لانه بيشد البشره وبيحسن البشره، ودول اساسا موجودين عندك، فانت مش محتاجه اي حاجه تجيبيها خالص. معلش انا مش بحب ريحته وفي ناس ما بتحبش ريحته، بس مميزاته تجنن. تاني حاجه انه بيرمم الخلايا وبيجدد الخلايا وبيساعد على استشفاء الخلايا بسرعه جدا. انا عايزاكي تعمليه بس مرتين في الاسبوع، بس في فصل الشتاء، ومره واحده في الاسبوع. ورقبتك بقى وكل حاجه فيكي كده بالراحه. انا ما بتعلمش، كل مره انسى اعمل شعري كده، اني بنسى اخد توكه. لا في توكه، ثواني، في توكه. اول حاجه دي من كريمات رقم 1 في تفتيح التصبغات وكمان توحيد لون البشره وتجديد الخلايا وترطيب البشره بعمق شديد جدا جدا جدا. لا انتوا مش عارفين فيتامين اي ده مهم جدا جدا للبشره. في ناس بتاخده دواء من كتر ما هو مهم جدا لشد الجلد وتوحيد لون الجلد وتفتيح الجلد، وكمان بيزود سماكه الجلد، يعني جلدك ما يبقاش رقيق ويحصل اي ترهل بسرعه. زيت السمسم مع فيتامين اي هنا مع بعض بيعملوا حمايه للجلد قويه جدا من اشعه الشمس. يعني خرجتي مره من غير ما تحطي السان سكرين بتاعك، ترجعي على طول تحطي ده. بيجدد الخلايا، مضاد للاكسده، لو في اي مشاكل في بشرتك بيلحق يعالجها. ده بتخليه قد ايه على بشرتك؟ ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط. انا ربع ساعه ولا اغسل وشي واوريكم قد ايه النتيجه هتبقى عظيمه جدا جدا. وكمان حطوها على شفايفه. تاني حاجه مهمه لازم تعرفوها، طبعا شمع عسل النحل اللي موجود فيه ده بيعمل طبقه عازله للبشره. لو في اي بكتيريا او اي جراثيم او اي مشاكل هتحصل، بيعمل طبقه عازله خفيفه جدا على البشره تحمي البشره من اي التهابات خارجيه، ودي حاجه كويسه. الكريم بتاع الحروق بيعمل ايه؟ بيعمل تجديد طبقات خلايا جديده علشان طبقه اللي اتحرقت دي تبقى طبقه موحده وكمان مترطبه لونها لون الجلد الطبيعي. فده حلو قوي 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 في انتاج الكولاجين للبشره وكمان انتاج خلايا جديده للبشره. كل ده بيعمله الكريم اللي احنا رامينه في الادراج عندنا في البيت ما بنستعملوش. انا لما برطب بشرتي واعمل كده ما بعملش خالص هيرونيك اسيد. فانتوا هتشوفوا انا بحط الكولاجين وبحط الريتينول وكريم العين، ده كله بقى بالترتيب. فنستنى ربع ساعه. عدى ربع ساعه، غسلت وشي زي ما انتم شايفين. انا حاسه وشي نور، والله العظيم حاسه وشي نور جدا جدا جدا. على طول انا لازم انشف وشي بمنديل، ما ينفعش خالص فوطه، ما ينفعش اي حاجه، منديل وبيترمي على طول. تمام. انا فرحانه قوي، حلو قوي بجد، جربوه. تحفه تحفه تحفه. قد ايه بيفتح البشره جدا. يعني لو تلاحظوا في اول الفيديو دي كانت حمراء جدا جدا جدا. انا حاسه الالتهاب هنا قل قوي لان انا عندي المنطقه دي على طول بتطلع حبوب. هنبتدي نستعمل الروتين بتاعنا عادي جدا. فطبعا انا مش هستعمل هيرونيك اسيد لان طبعا ده بيرطب الوش جامد جدا. حاسه الوش مترطب كويس قوي قوي قوي. انا حاسه ان بشرتي شربته. في اي زيادات امسحيها بمنديل وبعد كده اغسلي وشك بس مره واحده كده، عشان طبعا الريحه بتاعته صعبه جدا. وهنبتدي نستعمل الريتينول. قبل ما نستعمل الريتينول لازم نرجه بالطريقه دي. انا بحب استعمل الريتينول بالطريقه دي. تمام. ولازم ترجيه قبل ما تستعمليه لانه فيه مكونات كتير قوي قوي.
وبحط تحت عيني عادي، وبحط في حوالين بقي عادي، ومفيش اي مشاكل خالص. سوري بقى لو خبطت المايك. هو تحت عيني عادي جدا. نعد من 1 ل10 ونبتدي نحط الكولاجين. انا كده دلوقتي عملت نديت بشرتي، خليت بشرتي منديه رشتها، بس مش عارفه ليه ما ظهرش عشان شلت المايك. فنبتدي نحط الكولاجين. الكولاجين بيتحط على بشره منديه. والله بشرتك دي هتتغير وهتتحول 180 درجة. بس استعملي الماسك ده بالذات في فصل الشتاء بالذات، خطير 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 خطير. انا اعتمدته وحبيته. انا من الناس اللي ما بحبش العطار ولا بحب اشتري حاجة من عنده خالص. فهنبتدي نحط الكولاجين. فايدة الكولاجين انه بيجدد الخلية وبيرمم حاجز البشرة، وكمان بيقوي حاجز البشرة. ده ايفلين انا بستعمله، وده لاروش بوزيه. تمام. انا بستعمله الريتينول. ببتدي احطه على بشرتي واخلي بشرتي تشربه خالص 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 خالص. فده احلى حاجه ممكن تجربيها. نستنى شويه ونبتدي بعد كده. انا بستعمل ايفا 50 بلس من كولاجين. ايفا كولاجين ده هايل للبشره، انا بحبه قوي قوي، بيرطب البشره كويس قوي. في مكونات بتعجبني جدا جدا جدا، زي طبعا في 3 انواع من الفيتامين. بيفتح البشره، بينور البشره، في اي تسبغات في البشره بيفتح تسبغات البشره. انت ممكن تجيبي ده بس وتستعمليه، غير انه بيشد البشره وبيحسن جدا ملمس البشره وبيديها ترطيب كويس جدا جدا. بصوا العلبه شكلها احلى بكتير قوي قوي قوي. فبحط كده بس ما بحطوش خالص حوالين عيني، لانه في طبعا نسبه من العطور، فما ينفعش خالص نحطه حوالين عينينا خالص. انا هستعمل كريم عين دلوقتي هوريه لكم. انا بستعمل ماركه جديده لسه شارياها، بس قلت اخلص ده وابتدي استعملها. اسمها ديرما سي. فان شاء الله قريب قوي هقول لكم الكريم بتاعها حلو ولا وحش، لان اي ماركه بجيبها لازم اول حاجه اجرب كريم العين بتاعها الجديد. فدي ماركه جديده طالعه، فهشوف بقى كريم كويس ولا مش كويس. وطبعا انا جبت الكريم المرطب وكريم العين وكم حاجه كده معاهم، بس هقول لكم ان شاء الله. بس لازم اجربها كويس قوي. بعد كده هطلع اعمل لكم بقى ريفيو عليها رهيب. انا بستعمل كريم العين ده. تمام. لازم كريم عين يا بنات، ما ينفعش نحط كريم مرطب تحت عينينا. الكريم المرطب غير مناسب لتحت العين. كريم مرطب الوش طبعا لازم تستعملوا كريم عين، هو مخصوص لانه خالي من العطور، خالي من اي حاجه ممكن تاذي العين. يعني كريمات ايفا طبعا للعين وحشه جدا، محدش يجيبها خالص. ولازم لما تجيبي كريم العين تجيبيه مضاد للتجاعيد، لازم، لانه فيه كميه ترطيب بتبقى اعلى، لان تحت عينينا ده اول حاجه بيبان عليها العجل تجاعيد، لانها بترطب المنطقه دي كويس قوي. بنضحك بنتكلم بنحط ميك اب، فتحت العين ما يحصلش فيه اي خطوط. وبكده زي ما وريتكم ده الروتين بتاعي لما بعمل ماسك ترطيب كويس جدا جدا بزيت السمسم وفيتامين اي وكمان الاحماض الدهنيه وكمان مجموعه من الفيتامينات. ده موجود في كل بيت، استحاله مش موجود عندك، موجود عندك. ولو عجبكم الريفيو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبوه تحت في الكومنت. وعندكم سناب شات، انستجرام، وكمان الفيسبوك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.